حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هنعمله حاجه حلوه قوي ووصفه خفيفه جدا، البطاطس بالصدوق. بس البطاطس بالصدوق بطريقتي انا. جربوا الطريقه دي ومش هتندموا. حاجه كده من الاخر، مع شويه رز بالشعريه. اللي عايز ياكلهم بالرز ياكل، اللي عايز ياكلهم بالعيش برضو براحته. بصوا كده حاجه، يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه عليها، من الجمال والريحه قلب الدنيا بجد بجد. انا عايزه اخدكم معايا اقول لكم عملنا الجمال والحلويات دي ازاي. يلا بينا بقى احنا كده ايه، نخش نشوفوا المكونات، ايه الحاجات البسيطه قوي عشان نعمله صينيه زي ديت، وشويه رز بالشعريه بسمنه كده مفحفحه خالص، ونشوف الطريقه مع بعض. حته سمنه كده صغيره خالص، دي سمنه فلاحي، حته صغيره خالص عامله زي معلقه صغيره. هنيجي ايه، بصوا كده اهو، هنيجي نحط عليها بصل، دي زي ايه معلقتين كده اهو بصل. بصوا انا طحناه، مش طحناه، انا عاملاه في الكبه مع فلفل اخضر واحمر واصفر، وزي 4 5 فصوص ثوم. بصوا انا مش عايزه اقول لكم على الريحه دي، بتبقى وهم بجد البصل ده. ولو انتوا ما عندكوش البصل ده عادي، في ناس بتضربه في الكبه لوحده مفيش مشكله خالص. بس بقى اعملوا البصل بالطريقه دي. جيبوا شويه كده ربع كيلو فلفل الوان، فلفليه حمراء وفلفليه خضراء وفلفليه صفراء اللي هما الكوبي، وكام قرن فلفل كده ايه اللي هو الحراق، مع شويه بصل، واضربوهم بقى في الكبه وشوفوا بقى في كل الاكل بتاعكم بصراحه. بصوا كده البصل اهو بيدوب تمام، مع حته سمنه صغيره كده زي نص معلقه سمنه كده بس تدوب عشان نقدر نحمر فيها البصل. تمام. بصوا بقى الدنيا تسخن خالص كده عندي، هتاكلوا بقى من ايدي صينيه بطاطس بالصدق ما اقولكوش بقى فظيعه. بصوا كده في المنظر ده، بص الالوان، انا احب كده الحاجه كده مختلفه ايه عامله. بصوا جايبه صدق، انا طبعا انا شطفته كويس جدا وقطعته كده، هنحطه ياخد تشويحه بس. بصوا كده انا عندي النهارده انا ولادي عايزين بطاطس بالصدق، انا مش عايزه اكلها، مش يعني انا بحبها بس مش قد كده، انا عايزه اكل رنجه، فولادي ما لهمش في الرنجه قوي، فلا اعمل لنا بطاطس بالصدق. قلت خلاص اعمل لهم هما بطاطس بالصدق، لكن انا لا رنجه، انا بحبها قوي وبتاع. لو انتوا عايزين كنت عاملاها في القناه هنا، هنزل لكم واكتب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، جميله قوي. اعملوا طريقتي برده في الرنجه هتعجبكم قوي. بصوا كده طبعا صدق من غير توم ما ينفعش، هنحط هنا 5 فصوص توم انا مقطعاهم حلقه، يعني الصدق تعرفوا اللي بيبقى معاه توم على طول. تمام. بصوا كده ياخد بقى هو تشويحه كده بينه مع البصل والثوم والحاجات الحلوه دي، وارجع تاني اقول لكم بقى نعمل ايه تاني. معانا هنا معلقه ثوم وبصل بودر هنحطوها عليها قبل ما نحطوا اي حاجه خالص. تمام. هنيجي نحط مثلا ايه، بصوا شويه ملح كده مش ياما، بوظنا بعد كده هنحطه، وهنحط مثلا هنا شويه ايه فلفل اسمر، وهندوا تقليبه حلوه كده بقى للصدق كده بالبصل بالثوم. احي ما اقولكوش على الريحه فظيعه، وهم بجد. بصوا بقى اعملوا الصدق ده بطريقتي، والله العظيم حياة ربنا مش عايزه اقول لكم بس على الحلاوه والجمال، وهتبقوا بصوا هتبقوا 100 فيها. بصوا بقى جبت انا بطاطس مقطعاها كده مكعبات، بصوا هنفضيها ماشي، طبعا مقطعاها وغسلاها كويس عشان ايه، بس عشان عايزه بس ايه اقلبها. عايزين بقى تدخلوا الصينيه دي في الفرن براحتكم، عايزين تعملوها كده على البوتاجاز براحتكم، اكله سهله او سريعه، بس ما اقولكوش بس لما يكون الصدق بقى يكون حلو،
فاهمين؟ جايبينه من عند حد ايه واثقين منه. بس والله هقول لكم حاجه كمان مش هتفرق حتى لو مجمد، الرفل ايه النفس، وانا الحمد لله نفسي 100 في الاكل. بصوا كده بقى، بصوا بالله عليكم شكل الصينيه ايه قبل ما نحط عليها طماطم ونحط عليها الحاجات دي كلها. بصوا هنكمله بس كده عشان هي طبعا البطاطس اللي في الصدوق اصلا بتبقى ايه وهم. بصوا كده انا بقلبها عشان كله ياخد تشويحه من كله قبل ما نحط اي حاجه. بصوا المنظر بسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر تحفه. معانا هنا بقى انا هنا عصره طماطم تمام، مش هحط اي حاجه طبعا. صلصه يعني انا الصلصه لو انا مضطره ما عنديش، لكن ما فيش، لكن عندي طماطم. صلصه مين اللي احطها؟ ده الاكل ما يبقاش ليه طعم الا بايه بصلصه بالطماطم. بصوا نحط كده هنشوفه برضو اللي احنا ايه على قد اللي احنا عايزينه. بصوا كده دي الريحه بتاعت الصينيه يا خرابي فظيعه. بصوا كده نحط شويه كمان. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بصوا كده انا جايبه بقى معايا هنا ميه سخنه هنحطه ايه. بصوا مش ياما، بصوا كده بقى نقلبه. بصوا بالمنظر ده كده كده البطاطس ما بتاخدش سوا كتير، الصدق نفس الطريقه تمام. فاحنا حاطين كله يعتبر ني في ني، احنا مجرد بس اللي احنا ايه شوحنا الصدق شويه مع البصل والثوم عشان كل النكهه تنزل مع البطاطس. احنا كده هنغطوا عليها، مش هنحط بقى اي ماده دهنيه خلاص عليها كده اهوت. احنا هنغطوا عليها تستوي وتاخد وتدي مع بعضها كده لغايه بقى ما ايه ما كله يبقى مع بعض خلاص تمام. طبعا مش هنقدر نحط ميه تاني عشان ما نهريش البطاطس ولا نهري الصدوق، فهو كده بقى ياخد بقى سوا مع نفسه لغايه ما خلاص. هوريها لكم بس ايه هنعمله شويه رز برده كده بالشعريه هيبقى تحفه. بص انا هغطي عليها، ممكن ادخلها الفرن بس ممكن بس كده احلى، خليها كده قدامي عشان كل شويه بقى بشيلها تمام. شويه كده واعمل لكم الرز بقى بالشعريه مع ان انتوا عارفينه، بس هعمله قدامكم برضو تبقى عشان تبقى اكله متكامله كده لاولادكم بقى وبتاع وحاجه كده تبقى حلوه وخفيفه. هنعملوه مع بعض. انا هنا حاطه زي معلقه سمنه وعليها ايه شويه زيت، سمنه فلاحي ها. بصوا بقى هنحط هنا انا قدحتهم خلاص، هنحط هنا نص كوبايه شعريه تمام. انا هخليها هنا تتحمر خالص زي انتوا عارفين الطريقه اللي هي العاديه خالص اللي انتوا تحمروها كويس كده اهو بالمنظر ده كده اهو. نسيبها ايه تتحمر شويه وبعد كده ايه نقول لكم هنعمل ايه تاني عليها. الشعريه هنيجي بقى نحط الرز عليها. بصوا هنقلبوها على طول كده اهو. هي الشعريه هي غمقت مني شويه بس ممكن تخلوها انتوا افتح من كده مفيش مشكله خالص. بصوا بقى طبعا طريقتي انتوا عارفينها، انا بحط هنا ايه احط مثلا ايه الملح اللي انتوا ايه عايزينه. طبعا الملح ده انا ما اقدرش اقول انتوا تحطوا قد ايه تمام. هنيجي نحط بقى البصل والثوم البودر. بصوا معلقه، انا حاطه المعلقه دي اصلا فيه هي معلقه مش كتير بس ما اقولكوش بقى ريحه ايه وجمال ايه بقى فظيعه. بصوا بالمنظر ده كده طبعا انتوا شايفين كده اهوت. بصوا البطاطس لسه زي ايه هنخليها شويه كده. بصوا عامله ازاي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا تحفه ولا ما اقولكوش الريحه. بصوا هي لسه طبعا قبل ما الرز بقى يخلص هتكون البطاطس بقى ايه خلصت. بصوا الجمال، انا طبعا سايباها وموطيه عليها خالص
مش عايزه ايه ومش عايزه اقلبها كتير. انا هنا كده مخلصين اهو، والرز اهو زي ما انتم شايفين كده الرزايه كلها اتشمعت كده. جايبه انا هنا ميه سخنه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، اول بقى ما الميه دي تغلي هنوطوا عليها ونسيبوه بقى لغايه ما يستوي تمام، والاكل يخلص هوريه لكم ان شاء الله. البطاطس بالصدق اهم خلصوا. بصوا مش عايزه اقول لكم بقى حاجه كده من الاخر، تحفه فظيعه. البطاطس مستويه، بصوا عامله ازاي كلها الدمعه، بصوا هي كلها شاربه يعني مفيش دمعه اصلا. عايزه اوريكم بس انا البطاطس، بصوا عامله ازاي دايبه. الصدق برده نفس الطريقه، بصوا صدقيه حيه، بصوا عامله ازاي الدمعه طبعا بتاعتها فظيعه. بصوا شاربه بقى من البطاطس والصدق والبصل، رهيبه. الرز بقى، بصوا الرز مفلفل هو غامق، معلش الشعريه ايه سبتها شويه. بصوا عامله ازاي فظيعه بقى مع شويه الرز. انا بحب الاكله دي على فكره، بس طبعا هي جنب الرنجه يعني ايه يعني ما تقارنش بالرنجه، بس ما يحكمش لنا يعني ايه اللي انا ادوقها. طبعا في ناس بتبصلي اللي انا اكل دي واكل دي، بس بصوا بقى، بصوا المنظر فظيع. فيا ريت بقى جربوا الوصفه بتاعتي، طريقه البطاطس بالظبط زي انا ما عملتها، والله العظيم ما هتندموا. وتعملوا لي لايك كبير قوي، وتعملوا لي كومنت من الكومنتات كل عسل اللي انا بشوفها، وبجد ببقى فرحانه جدا. واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك، واشوفكم بقى الفيديو الجاي ان شاء الله.